السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم نسمة. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ بالخضار. طعمها تحفة جدا وطريقتها مفيش اسهل من كده. مش هتاخد منك وقت خالص، ولو في الشتاء ولا في الصيف برضو مش هتاخد منك وقت خالص. هتعمليها بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة، يعني مش هتحتاجي تقعدي وقت طويل في المطبخ. طريقة سهلة وبسيطة. حتى لو مستعجلة هتعمليها في ثواني. يلا بينا نشوف مكوناتها وطريقتها ازاي. معانا فرخة تكون متنضفة كويس. والخضار هنا معايا انا بطاطس وكوسة وجزر وطماطم وبصل وثوم. الخضار اللي انتي حباه حطيه، يعني الخضار اللي هتاكليه. اللي حابة تستغني عنه من الخضار اللي انا حطاه استغني عادي، مش هتاكليه ما تحطوش. معانا اول حاجة انا معايا معلقتين هنا صلصة، يعني طماطم وانا عاملاها صلصة يعني متصلصة. لو عندك لو ما عندكيش صلصة وعندك كاتشب برضو عادي بديله يعني. اول حاجة هنحط معلقة ملح كبيرة. دي بهاراتنا بقى: ربع معلقة فلفل اسود، ونص معلقة صغيرة توم بودر، ونص معلقة صغيرة بابريكا، ورشة صغيرة سكر. السكر بيساعد الفراخ على السوا بسرعة. نص معلقة صغيرة بصل بودر، ونص ليمونة. نعصر نص ليمونة على الخلطة بتاعتنا. وهنقلب بقى كل المكونات دي كويس قوي مع بعض. او لسه هنجيب برضو نص معلقة بهارات فراخ. وهنقلب المكونات دي بقى مع بعض كلها، وكده هيبقى معانا تتبيلة تحفة وسهلة خالص، وهتدي طعم للفراخ تحفة وهم. ونظبط بقى الملح بتاعها، لو محتاجة ملح نظبطه عشان تطلع معاك يعني الحياء بتاعها كويس، ولا ناقصة ملح ولا زايدة ملح. هنحط بقى برضو نص معلقة بهارات فراخ، وهنقلبهم برضو. وهننزل بقى بنصهم على الفرخة ونصهم على الخضار بتاعنا. يلا بقى حطوا اللايك الجميل بتاعكم، لان الوصفة تستاهل. فوق هتشوفوا يعني شكلها روعة، ولا تقوليلي محل ولا مطاعم. البيت احلى واجمل واطعم برضو. نيجي بقى نمسك الفرخة، ندخل التتبيلة، ندعك بقى الفرخة من جوه ومن بره وبين الجلد وبين اللحم لحد ما الفرخة تشرب التتبيلة كويس. وجيبي سكينة كده، وبرضو بسن السكينة وقطعي كده حتة عشان التتبيلة تدخل من جوه. زي ما انا شايفين كده بنغص في الصدر والورك عشان التتبيلة تدخل من جوه الفراخ، وتبقى شاربة من طعم الفراخ، من طعم التتبيلة. اسفة معلش. زي ما انتوا شايفين كده تمام. والخضار برضو نفس الحكاية. هنمسك الفراخ الخضار وهنقلبه برضو مع التتبيلة عشان يشرب برضو من طعم التتبيلة ويبقى كله طعم واحد. زي ما قلت لك الخضار اللي مش بتحبيه ولا مش بتاكليه استغني عنه. وانا حطيت روزماري ناشف، لو عندك فريش يبقى كمان حلو قوي، ولو عندك روزماري حطي برضو، ولو عندك ورق لورا حطي برضو. هنجيب بقى الكيس الحراري. بص انا هنا جبت الكيس الحراري وحطيت فيه الفرخة، وجيت احط الخضار لقيت الكيس صغير. يعني انا لما جيت اشتريت ما خدتش بالي ان الكيس صغير، فانا جيت احط الفراخ. او ممكن تكون الخضار بتاعتي كتير، بس والله لا مش كتير ولا حاجة. بس انا جيت احط الخضار لقيت الكيس مش هي، يعني حسيت ان هو مش هيقفل معايا. فهطلع الفرخة من الكيس واحط الخضار الاول، بعدين احط عليها الفراخ. يعني عشان تبقي تخلي بالك برضو لو الكيس بتاعك زي حجم الكيس بتاعي صغير، لا حطي طبعا الخضار الاول وبعدين حطي على الفراخ. زي ما انا هعمل كده. انا هطلعها اسفة. بصوا حاسه ان انا ايه، ان الخضار مش يعني مش هياخد الكيس معايا. فهطلع الفرخه واحط الاول الخضار
بصوا زي ما انتوا شايفين كده. اما بقى لو الكيس اكبر من كده مش هتفرق، يعني تحطي الاول الخضار تحطي الفرخة مش هتفرق، بس انا حسيت ان لا الكيس مش هيقفل معايا والخضار كتير. اهو كده خرجت الفرخة وحطيت الخضار الاول وهدخل الفرخة عليهم. الخضار زي ما انتوا شايفين انا مقطعاه مكعبات، والثوم برضو قطعته مكعبات يعني مش مفروم. يعني انتي تقطعي التقطيعة اللي انتي حباها. اهو كده بعد ما حطيت الخضار هجيب الفرخة وادخلها عليه. بطريقة مفيش اسهل من كده، سهلة وبسيطة، وهتعمليها وانتي واقفة مش هتكمل معاكي ربع ساعة. وبعد ما هنحط الفرخة كده هنجيب برضو بيجي معاها هي قفل، وهنقفلها كويس بالقفل. هنشوف مع بعض برضو هنقفلها ازاي. وبعد ما حطينا الخضار في الكيس الحراري والفراخ هنجيب بقى الصينية اللي هتدخل الفرن ونحط بقى الكيس فيها. اهو كده شايفين، هنجيب الصينية اللي هتدخل الفرن وهنربط الكيس بالقفل بتاعها زي ما قلت لكم. القفل ده بيبقى جاي مع الكيس وهنربطه كويس. ومعلش اذا كان الفيديو بيطول عليكم، انا بحاول على قد ما اقدر اجيب لكم الحاجة بالتفصيل، وعلى قد ما اقدر برضو بحاول اقلل من وقت الفيديو عشان ما تزهقوش يعني وتخرجوا. تمام كده بعد ما قفلنا الكيس بالقفل بتاعه وحطيناه في الصينية اللي هتدخل بقى. اهو شكله كده، شايفين شكلها ازاي؟ شكلها برضو جميل حتى قبل ما تستوي الخضار يعني شكله جميل. هنجيب بقى شوية خل وهنحطهم بقى فين؟ خل اهو ده في الصينية. ليه بقى؟ عشان ما يعني ما تجيرش مني وتتحرق. والله لو قلت لكم الصينية طلعت نظيفة زي ما هي، يعني كل مرة الصينية بتتحرق مني، لا المرة دي حبة الخل دول بيخليها ايه ما تجيرش يعني ولا تسودش. هنيجي بقى نجيب مية مغلية بحوالي كوباية كده وهننزل فيها بالصينية وهندخلها الفرن على نار عالية حوالي ساعة. وبعدين هي اساسا هتاخد لون في الكيس الحراري نفسها، يعني مش محتاجة شواية ولا حاجة. وبعدين هنجيب سكينة بوزها رفيع ونعمل فتحتين كده فيها في الكيس عشان تخرج الهواء الزايد اللي فيها. وزي ما قلت لكم هندخلها الفرن على حرارة عالية حوالي ساعة او ساعة ونص. مش عايزة اقولك بقى بعد ما تطلعيها بعد ساعة او ساعة ونص طعمها حكاية وريحتها تجنن، وفي نفس الوقت برضو سهلة وبسيطة ومش محتاجة وقت كتير، ولا هتقفي تحمري ولا اي حاجة. هي تطلع متحمرة وشكلها تحفة في الكيس الحراري. شايفين شكلها اهو بعد ما خرجت اهو. انا مفتحتش عليها الكيس ولا اي حاجة، اهو قلت افتحها معاكم. بصوا شايفين شكلها ولونها ازاي، والخضار برضو مش مهري ولا حاجة، وهو طالع سليم وزي الفل. وريحتها بقول لكم جنان وطعمها روعة. ووصفة سهلة وبسيطة وصحية، تنفع لو بتعملي دايت، يعني مش ما فيهاش زيوت ولا سمنة ولا اي حاجة، فتنفع جدا لبتوع الدايت. الحاجة الوحيدة اللي ممكن تعمليها لو لدايت يعني تلغي الخضار المناسب، تحطي يعني الخضار المناسب ليكي وتلغي اللي مش مناسب، ده اللي بيعملوا دايت يعني. طبعا الصورة واضحة ان هي مستوية ودايبة دوب، يعني الصورة هي بتتكلم عن نفسها. وصفة سهلة وبسيطة وتقدري تعمليها في اي وقت لو مستعجلة او متأخرة عن الغدا. لو عجبتك الوصفة ياريت تعملي لايك وسبسكرايب للقناة.